بقول لك ايه، ما تجيب الهون وست فصوص من الحبهان ويلا نعمل عظمه. ما تيجي نعمل مع بعض لانشون الفراخ ولانشون اللحمه بطريقه اقتصاديه ومش اقتصاديه. احنا عايزين نرضي جميع الاذواق، بس اوعدك ان الطريقتين يجننوا. قبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اول حاجه هنجيب 6 فصوص من الحبهان، هندق الحبهانه كده ونفتحها وناخد قلبها. احنا عايزين قلب الحبهان، مش عايزين القشره الخارجيه بتاعته. هنحتاج لقلب 6 فصوص من الحبهان وبس. وهنجيب ايد الهون ونقلبها. احنا عايزين الظهر بتاعها مش عايزين الراس بتاعتها عشان يتطحن معانا حلو. وهنقعد ندق كده لحد ما يتفكك شويه. بعدين هنضيف عليه مكعبين من مرق اللحمه، مش مرق دجاج. احنا عايزين اللانشون بطعم اللحمه، يبقى نستخدم مرق بطعم اللحمه. هنضيف مكعبين 2 بس، ونرجع ندق تاني الحبهان مع مكعبات المرق. هيكونوا معايا بالشكل ده. هنجيب بقى الكبه او الخلاط الموجود عندك، وهنضيف 6 حبات من البيض. لو البيض عندك صغير ضيفي 7. البيض ده كان كبير ما شاء الله، فاستخدمت 6 حبات من البيض، ويفضل البيض الاحمر لانه بيكون افضل. وبعدين هنضيف 8 قطع من الجبنه المثلثات، يعني علبه كامله من الجبنه المثلثات، النوع اللي تفضليه اي نوع، وعليهم 8 معالق من الزيت. يا ريت يكون زيت نباتي يكون خفيف كده وحلو. وبعدين هنضيف 6 معالق من الدقيق، يعني 6 بيضات بياخدوا 6 معالق من الدقيق، بياخدوا 8 معالق من الزيت، وبياخدوا 8 مثلثات من الجبنه المثلثات. شايفين الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ وهنضيف كمان معلقتين كبار من النشا. وهننزل بقى بخليط الحبهان على المرقه. ويلا ننزل بالبهارات. نص معلقه صغيره من الثوم البودر، نص معلقه صغيره من البصل البودر، كمان معلقه صغيره من بهارات اللحمه، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من البابريكا، ورشه بسيطه من لون الطعام الاحمر الصحي، لون طعام صحي، وملح بسيط قوي لان المرقه فيها ملح، فالملح يكون بسيط قوي. نخلط بقى كل الكلام ده مع بعضه، ونجيب الاسباتشولا ونجيب الجوانب كده، ونرجع نضربهم تاني كويس جدا، نديهم حقهم في الضرب. هنجيب بقى علبه سمنه 700 جرام، وهنحط فيها كيس حراري من الاكياس الحراريه اللي احنا بنستخدمها للحوم، وهنعمل كويس كده زي ما انا بعمل. وهننزل بقى بخليط اللانشون. ضيفي شويه واضربي شويه، حابه تضيفي بقى فلفل اسود، حابه تضيفي شرايح زيتون او زيتونه كامله، بس اهم حاجه يكون مخلي. حابه تعمليه ساده خالص براحتك اللي يريحك. ضيفي شويه واخبطي كده. وانا بقى عملته بالزيتون كان حلو قوي، الزيتون الاخضر شرايح كانت عندي في التلاجة كده. نضيف شويه كمان ونخبط حلو كده، وحلو قوي كده زي الفل. الاسباتشولا بقى بتجيب لك الايه، الجوانب كلها، ما تخليش اي حاجه. بصي بقى هتجيبي الكيس كده، ايوه شايفه انا عملت ايه. اربطي بقى الكيس عادي كده، ممكن تعقديه، وممكن بقى بالقفل اللي بيجي مع الاكياس الحراريه تقفليه. المهم انك تقفليه كويس جدا، تحاولي تطلعي منه الهواء، بيكون معاكي بالشكل ده. اقفلي بقى كويس، وهاتي بقى الورق الالومنيوم، وبالشكل ده كده قفلي كويس قوي. طبعا على النار حله فيها ميه مغليه، هنزل بقى بالعلبه بتاعتي دي في الميه المغليه، وبطاجن كده هغطيها. ومهم قوي ان الميه المغليه تبقى 3/4 كده عند العلبه، مش عايزاكي تملي الميه، لا كده تمام قوي. هسيبها بقى من ساعه لساعه و10 دقايق، ويلا بينا نعمل لانشون الفراخ. حله فيها ميه مغليه، واول ما الميه تغلي هنزل بفرخه متقطعه ل8 قطع. الفرخه دي 1.5 كيلو. الفرخه دي سبتها منقوعه ربع ساعه في محلول ملحي، ميه، شرايح جنزبيل، دقيق، ملح، وبعدين غسلتها كويس قوي وصفتها واستخدمتها. نزلت عليهم بجزر وبصل وتوم وكرفس، كمان ملح، فلفل اسود، ورق لورا، وحبهان. عايزه اقول لك ان انا استخدمت 4 كوبايات من الميه عشان اسلق فيهم الفرخه. خلاص هنا انا عايزاها تتسلق لحد ما تبقى دايبه جدا. شايفين شكلها؟ اشيل بقى من الحله قطع الفراخ، وبعدين اصفي الشوربه. الشوربه هتبقى معايا 2 كوبايات من الشوربه، يعني انا سلقت الفرخه دي في 4 كوبايات من الميه، 4 كوبايات الميه تحولوا ل2 كوبايات من الشوربه، بس ريحتهم عظمه بجد يعني. دوقيهم كده، ملحهم تمام، حلو قوي كده. انا عايزه الشوربه دي تكون معايا سخنه وانا بستخدمها. هضيف بقى على الشوربه ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ربع معلقه صغيره من البابريكا، ربع معلقه صغيره توم باودر، وربع معلقه صغيره بصل باودر. هقلب كويس قوي قوي كده. لما الاقي ان البهارات كلها دابت هنزل ب4 معالق كبار من الجيلاتين. الجيلاتين ده بيجي من عند اي عطار. ومهم قوي وانتي بتضيفي الجيلاتين الشوربه تكون سخنه جدا، عشان الجيلاتين يعمل مفعوله. لو الشوربه بارده مش هيعمل معاكي اي حاجه. هنجيب بقى الكبه
وهننزل بقطع الفراخ اللي فصصناها. ما احنا فصصنا الفراخ من كل العظم اللي فيها، العظم والجلد. وبعدين هنزل على قطع الفراخ باللي احنا عملناه جيلاتين على الشوربه على البهارات، ونضرب كويس جدا جدا. طبعا لانشون الفراخ بنجيبه من بره بدون لون، فانا مش هضيف اي لون، انا بضربهم مع بعض كويس قوي، بطحنهم طحن شديد جدا. وكان عندي واحده علبه برينجلز فاضيه، فخليتها نظيفه كده وزي الفل ونشفتها، ونزلت كده بخليط لانشون الفراخ. تمام كده. غطي بقى العلبه كويس جدا. تمام. انت بتضيفي شويه وبتخبطي، بتضيفي شويه وبتخبطي علشان يطلع معاكي مش مفرغ من جوه. عايزه تضيفي بقى فلفل اسود زيتون براحتك خالص، انا خليته ساده. بعدين هندخله التلاجة على الاقل 5 6 7 ساعات. انا سبته من بالليل لتاني يوم. بصي بقى تاني يوم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، متماسك جدا، طري جدا زي الفل. هنجيب بقى سكينه بقى ونقطع كده، ويلا نقول بقى ايه، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. صلوا على النبي يا جماعه. زي الفل. احلى لانشون فراخ ممكن تاكليه وتاكليه للولاد، نفس الجاهز بالظبط ويمكن احسن. اهم حاجه ان السكينه تكون حاميه عشان ما تضايقكيش وانت بتقطعي. ولو انت عندك واحد جنب البيت عندك عنده سوبر ماركت، خدي اللانشوهات دي ووديه يقطعها لك بمكنه السلايزر، ما فيهاش اي مشكله، هيقطعها لك على طول. بصي الجمال بقى ما شاء الله. بقى هنا اللحظه الجميله بقى ان انت بقى تشمي ريحه اللانشون الجميل وتقطعيه تلاقيه بيقطع معاكي وطري وزي الفل. بصي ومتماسك. ايه الجمال ده. معايا هنا بقى لانشون اللحمه. بصي انا مشكلتي في التقطيع رغم والله ان السكاكين لسه جديده بس ما كانتش حاميه كفايه. بصي بقى اللانشون ما شاء الله، لانشون اللحمه والله العظيم زي الفل. انا كساره بفضل لانشون اللحمه عن لانشون الفراخ، بس انا عملت لكم الطريقتين. انا اصلا بحب لانشون اللحمه ما بحبش لانشون الفراخ، لكن ولادي بيحبوا لانشون الفراخ اكتر فعجبهم اكتر. بصوا بقى الجمال. لو انت عاملاه في علبه سلكيها كده عشان ينزل معاكي بكل سهوله، طريه وجميله وزي الفل. هاتي بقى الفينو او العيش البلدي وافتحي وحشي وكلي بقى كده وتهني وهنيهم والف هنا وشفا عليكي وعليهم. بصي بقى جميل ازاي في اللانش بوكس. مش كل يوم بقى تبعتي تجيبي ربع لانشون ومش عارفه ايه، مش بيكون ابدا في نظافه اللي انت عاملاه في البيت ولا في حلاوته ولا في مواد حافظه، كله كده كله يعني سهل في سهل. انا اكلت ساندوتش كده مع حته ليمون مخلله ماما عاملهولي، يا نهار ابيض. الليمون المعصفر اللي ماما عاملهولي ده هجيب لكم منها الطريقه. لانشون الفراخ هايل ولانشون اللحمه يجنن، جربيه على طريقتي بجد هتدعي لي. عايزه اقول لك حاجه كمان، انا بجيب لانشون الفراخ واقطعه كده مكعبات واعمله بالبيض، بيكون عظمه، بيبقى يجنن. بصي كمان بتشيليه عادي خالص في التلاجة، بيقعد معاكي من اسبوع ل10 ايام زي الفل. وممكن كمان تشيليه في الفريزر، حطيه كده في علبه واقفلي العلبه او شيليه في اكياس مفيش اي مشكله. واللي انا قطعته شرايح عادي خالص هرصه في علبه وهغطيه واسيبه في التلاجة، هيطلع معاكي زي الفل، طعمه يجنن. وده اللانشون اللي بقول لكم عليه، بتقطعيه تخين شويه وتقطعيه مكعبات وتعمليه بقى كده بمعلقه زبده او معلقه سمنه وبيضتين كده، بيبقى تحفه. ولا تقولي بقى بلو بيف ولا تقولي بقى لانشون جاهز، الاكله دي بتبقى حلوه قوي، بيكون طري وزي الفل. عملت منه شويه وشلت الباقي في الفريزر. جربيه على طريقتي وان شاء الله تدعي لي. بحبكم في الله، استودعكم الله، مع الف سلامه.